انا عاوزه اعرف ايه اللي بيحصل في البيت ده. انا بقيت حاسه كده ان انا عايشه في سيرك. في ايه يا مطر؟ ما تصطبحي وتقولي يا صبح. صبح؟ وانا ما بشوفكش بالليل غير متلقح هنا على السرير، وما انتش دريان بنفسك وما بسمعش غير شخيرك. وعايزانا فوق عشان ايه بقى ان شاء الله؟ كنت هشوف ايه يا حسره. انت ناوي تتجوز عليا يا براءه؟ وانت يهمك في ايه يعني؟ هتعملي لي بقى فيها غيرانه ومش عايزه جوزك يتجوز عليك يا اختي؟ اسمع يا براءه، انا ابويا سماني مطره عشان ارطب على قلوب الناس اللي حواليا، ومن يوميها وانا بستحمل كتير وبخزن زي اجدعها جمل بتربيه عندك. بس يوم بقى ما هتجيب لي ضره وتخليني على ذمتك، هتلاقي مطره تانية خالص غير اللي كنت تعرفها. مطره مصحوبه برعد وبرق يقلب حياتك عليها واطيها. فاهمني؟ انت بتهددينا يا مطره؟ يكون في معلومك انا لغايه دلوقتي ماشي في سكه تراضي ما بيننا عشان عظم التربه، ها؟ انما انا لو حطيتك في دماغي يا مطره هشيلك من على وش الارض، هعلقك كده بين السماء والارض، هخليكي تتمني الموت وما تطلهوش. وعايزك تطمني قوي. انا مش هتجوز عليكي، مش عشان ميت في دباديبك ولا عاشق سواد عيونك، لا، عشان انت قرفتيني من جنس الحريم كله. بس ابوك ناوي يعملها. ابويا ايه؟ هتجوزها. تتجوز مين يا حاج؟ انت مش لسه قايل ان انت قريت ان هي عين الحكومه؟ عايز تتجوزها؟ انت عايز تجنني ولا ايه؟ ده بدل ما تقول لي روح تويها وارميها في اي صفيحه زباله واخلص منها. مش بقول لك هتفضل طول عمرك غشيم؟ ياض افهم، بيتي دي الحكومه زرعتها في بيتي، يعني تعدوا حرمتي ودهسوا فرشتي. أعد انا كل ده بقى؟ لا، تعدي ازاي؟ ده انت لازم تكافئها على مجهوداتها العظيمه وتتجوزها وتعمل لها احلى فرح في الدنيا. بقول لك يا حاج، ما تعزم الحكومه كمان بالمره. وربنا فكره ما خطرتش على بالي ياض. انت عايز تشلني يا حاج؟ عايز تشلني؟ ياض الهداوه افهم، الجوازه دي اكبر كف للحكومه. بقول لك يا حاج، مبروم على مبروم ما بيلفش، وانت عارف ان انا صايع ومدقدق. قول ان البت عجباك واكله لك مخك. من ناحيه عجباني عجباني، انما بقى واكله مخي ليه زياده حبتين. بجوازي منها هبقى قطعت اي حبل موصول بينها وبين الواد الظابط ده. انما لو قتلتها يا معلم، اول واحد هيلبسها انا، وده اللي هم مستنيينه. عاوز نصيحه ابوك، اوعى تسيب عظمه وراك، لان هتلاقي كلاب كتير تحوم حواليها وتجيبك بيها، ودي غلطه اي واحد بياخد اللحم ويرمي العظم.